أكد عصام الشرعي المدير الفني للمنتخب الأولمبي المغربي أن مواجهة منتخب مصر في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً والمقرر إقامته مساء غدا السبت ستكون للتاريخ. وقال الشرعي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: هدفنا كان التأهل إلى أولمبياد باريس، وهذا ما حققناه فعلا. غدا سنلعب النهائي على أرضنا، لذلك من المهم أن نقوم بمباراة جيدة وأن نعطي كل ما لدينا، والأفضل هو أن سيفوز. وأضاف: الكل سيكون مستعدا ذهنيا وبدنيا، أتمنى أن يكون الجميع جاهزين، لدينا 25 لاعبا قادرين على خوض المباراة، وإذا كان هناك لاعبين متعبين أو ليسوا مستعدين فسوف نستعين بلاعبين آخرين الذين يستطيعون القيام بنفس العمل. وواصل مدرب المغرب الأولمبي تصريحاته قائلا: هذه المباراة ستكون للتاريخ والكل يعلم بذلك، وحضور الجماهير في المدرجات غدا سيكون دافعا لنا للفوز بهذه المباراة. ضرب منتخب مصر الأولمبي موعدا مع المغرب في نهائي بطولة إفريقيا تحت 23 سنة بعدما بلغ الفراعنة الصغار دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وذلك بتأهله إلى نهائي بطولة إفريقيا تحت 23 سنة. وخاض المنتخب المصري 4 مواجهات لم يتلقى أي أهداف، حيث استهل مشواره بالتعادل السلبي مع النيجر، ثم الفوز على مالي بهدف دون رد، وعلى نظيره الجابوني بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين بالمغرب في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة. واحتل المنتخب الأولمبي صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط.